اللهم قو ظهري على تدبير أمري، وسخر لي من عبادك من تشدد به أزري. اللهم إني أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا تنفع به من استيقن به. ومن علينا يا مولانا بحسن الظن في قريب فرجك وعونك، وأكرمنا يا رب بهمة كالجبال، وأن ترقينا من حالنا هذا إلى أحسن حال. اللهم قو ظهري على تدبير أمري، وسخر لي من عبادك من تشدد به أزري. اللهم إني أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا تنفع به من استيقن به. ومن علينا يا مولانا بحسن الظن في قريب فرجك وعونك، وأكرمنا يا رب بهمة كالجبال، وأن ترقينا من حالنا هذا إلى أحسن حال. هو عاملين ايه؟ هنا كده روتين جديد وغدا جديد. طبعا اول حاجة زي ما شفتوا في اول الفيديو، انا عملت حاجة بس اشربها كده بس الصبح. عملت كوباية نسكافيه وشربتها وقلت بقى اقوم اعمل الغدا. بصراحة ما كنتش عارفة اعمل اكل ايه، برضو مشكلة كل يوم، والحمد لله ربنا يديمها نعمة يعني. فقلت اعمل مسقعة. آه، بس مش هعملها، يعني هعملها بالبشاميل كده وتبقى تغيير يعني عن الحاجة التقليدية. يعني انا بحب بصراحة المسقعة بالبشاميل او الكوسة بالبشاميل، بتبقى تغيير عن النمط الطبيعي يعني اللي هي معروفة بيه يعني. وهتبقى برضو حلوة في الشتاء، هتدفي وفي اكلات لازم تتاكل سخنة. يعني انا بالنسبة لي المسقعة والبشاميل والكوسة وال والبطاطس، كل ده الاكل ده لازم يتاكل سخن يعني. فهنا ما كانش عندي فلفل رومي كتير، فقطعت فلفل من الطويل ده، بس اهم حاجة بس ان هو ما يكونش حامي عشان الاطفال. فقطعته كده، والسكينة طبعا كانت عايزة تتسن، فما كانش عندي وقت بصراحة ان انا اسنها او كده. فقطعت الفلفل وحطيت بقى معاه كذا حاجة. وهنا برضو قطعت البتنجان. بصراحة انا بقطعهم اي تقطيع عشوائي، لان كله هيتحط على كله وفي الاخر هيتحط عليه البشاميل، فمش هيبان حاجة. آه، انا كان عندي 2 من البتنجان، وحطيت عليهم فلفل، كترت بصراحة من الفلفل، وحطيت البطاطس، وحطيت عليهم جزر. بجد نقلها نقلة حلوة قوي. في ناس بتعمل المسقعة باللحمة المفرومة برضو حلوة قوي، بس يعني لو هتتعمل باللحمة المفرومة بتغاضى ان انا ما اعملهاش بالبشاميل. ببقى حباها كده باللحمة المفرومة من غير بشاميل ومن غير اي اضافات عليها. بس بما ان انا ما كنتش عاملاها باللحمة المفرومة، فقلت لا يعني اجود فيها كده واعملها بالبشاميل. هنا عادي الستاند كان بيقع مني، وقع كذا مرة يعني عادي. فبصراحة المسقعة من الحاجات السهلة واللي بتنجز في الوقت. وبحب كمان ان هي يعني في اكلات تقعد معايا يومين. لو يوم عندي اكل بشوف البيت بقى ناقصه ايه، احتاجته ايه من تنظيف لغسيل للحاجات دي كلها. فبحاول على قد ما اقدر ان الاكل يقعد بس معايا يومين. وطبعا في اكلات خلاص هي اكلة لليوم الواحد، ونشوف مشكلة كل يوم بقى هناكل ايه او هنعمل اكل ايه. بس وهنا قطعت البتنجان، وهجيب البطاطس اقطعها برضو، والجزر. انا كان عندي كام جزرايه كده برضو قلت اقطعهم عليها. بصراحه آه، الجزر ادى طعم حلو قوي 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 للمسقعه. انا ما كنتش بعملها، كنت بعملها بتنجان وبطاطس وفلفل وبس.
بس التركيبة بتاعت الجزر دي عجبتني قوي وخلت المسقعة طعمها حلو قوي. جربوها والله، يعني هتبقى مختلفة في الطعم. وطبعا انا كنت بقطع اي تقطيع كده وخلاص، وفي الاخر كله بيستوي وخلاص. آم، هنا بقى كنت قطعت وكمان حطيت عليها بصل. هنا اوريكم هقشر البطاطس وهقطعها عليهم. وحطيت بصل، ما كانش بصراحة عندي بصل ولا كتير وكان صغير، فاخدت كام بصلايه كده. برضو بيدي طعم حلو قوي. بس انا المرة دي مش ما يعني ما حمرتش البتنجان لوحده والفلفل لوحده والبطاطس لوحدها. لا، انا اول مرة اعملها كده ان انا اشوحها كلها كده على النار، واول ما تبتدي تدخل في السوا اكون مجهزة البشاميل وادخلها الفرن. يعني خلاص هتبقى مثلا قدامها 5 دقايق 10 دقايق تستوي، او محط عليها البشاميل ومدخلها الفرن. آه برضو التشويحة دي من الحاجات اللي انا كنت اول مرة اعملها. انا كنت على طول بحمر ده وحمر ده كل حاجة لوحدها، وبعدين احط في الصينية واقوم مدخلها الفرن. هنا البصل اللي كان صغير وما كانش كتير، بس برضو ادى طعم برضو. انا بحب البصل والثوم كتير قوي في الاكل. آه مش عارفة بقى حد زي كده ولا لأ، بس بالنسبة لي ان البصل والثوم هو اساس الاكل. آه والله كان شكلها حلو والوانهم كانت جميلة والطعم كان احلى واحلى واحلى. هنا بقى حطيتهم على النار، اديتهم تشويحة وحطيت معاهم فص ثوم، او مش فص ثوم، هو اكتر من فص ثوم، ممكن 2 او 3 كده. وحطيت ملح، وحطيت فلفل اسود، وحطيت 7 بهارات. بس كده اديتها كده تشويحة كده على النار. واول ما حسيت ان هي خلاص قربت تستوي قفلت عليها البوتاجاز وحطيتها بقى، حطيت البشاميل عليها وحطيتها في الفرن. بصراحة برضو من الاكلات السهلة السريعة اللي متاخدش وقت خالص وتنجز في الوقت ومفيش اي مجهود بصراحة. وهنا كنت بحط فلفل اسود، وجبت بقى الصينية بتاعتي دهنتها شوية من الزيت وحطيت عليها دقيق، بدرتها بالدقيق. آه وهنزل بقى بالمسقعة كلها بقى بعد ما احط الدقيق في الصينية بتاعتي، وهنزل عليهم كمان بالبشاميل. ودي كانت حاجة كده سريعة لروتين خفيف كده في اليوم. انا بحب ابدر الصينية برضو عشان مفيش حاجة تلزق في الصينية من تحت. آه، في الاول ما كنتش ببدر، فالاكل كان بيلزق بصراحة من تحت في الصينية. بس بعد كده بقيت بقى ابدر بقى المسقعة، المكرونة، اي حاجة. وكمان بحب احط طبقة من تحت بشاميل الاول، سواء هعمل مكرونة او هعمل اي حاجة بالبشاميل، اهم حاطة طبقة من تحت الاول بشاميل زي ما انتوا شايفين اهو. بيدي طعم حلو قوي للاكل. ومغطيها بطبقة سميكة كده من تحت كتير قوي. وبحط بقى ايا كان بقى الطبقة التانية، مكرونة او مسقعة او كوسة، واقوم حاطة عليها بشاميل تاني. انا بحب البشاميل يكون كتير قوي في الاكل. هنا نزلت بالمسقعة. هو انا الاكل ما كانش مستوي قوي، يعني كان فاضله كده مثلا 10 دقايق ويستوي كمان، فخليه يكمل سوا في الفرن. فبحس ان المسقعه دي من الاكلات الشتويه الحلوه قوي اللي بتدفي قوي في الشتاء. آه وهنا بقى نزلت بالكميه كلها. والله ده هما كانوا يعني كام بطاطساية على كام بتنجانية كده،
والحمد لله يعني عمل الصينية اللي قدامكم دي، البايركس اللي قدامكم، وكان طعمها حلو قوي. هنا الستاند مش عارفة كان ماله عمال يقع كتير قوي مني، بس مش مهم. هعدل التصوير دلوقتي. وهنا حطيت البشاميل. بس انا بخلي اخر حبة من البشاميل كده قبل ما احط كله، اجيب بيضة واضربها كده في البشاميل، واحط شوية فلفل اسود وملح، لان في ناس بتحط كنت انا من الناس اللي بتحط البيضة على الوش، فببقى حاسة بطعمها قوي، ببقى حاسة بطعمها قوي وانا باكل. فكنت بتضايق قوي بصراحة من طعمها، ان هو باين قوي كده في الاكل. فشفت حد على النت كان خلى اخر حبة بشاميل اللي هتتحط على الوش وتحط فيها البيضة. بجد الطعم بيفرق قوي 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 هنا، وطعم البيض مش بيبان، يعني طعم البيض وريحته مش بيبان. لما كنت بدهنها في الاخر خالص عشان تاخد لون كده لوحدها، وبضربها لوحدها وبنزل بيها لوحدها، كانت بتبقى باينه في الاكل. وانا يعني مش بحب اكون شماه قوي كده او حاسه بطعمه قوي كده يعني. فالتركية دي بصراحه حلوه عجبتني. شفت حد كان هنا على اليوتيوب كان عاملها، فعجبتني وجربتها، وكان طعمها لذيذ يعني وحلو. بس وهنا نزلت بقى بكميه البشاميل كلها، وبحاول اغطي كل الخضار بالبشاميل عشان بس ميبقاش باين منه اي حاجه. بس كده بقى. طبعا ببقى مسخنه الفرن قبلها، وهدخل الصينيه كلها في الفرن. ببقى مسخنه مثلا كده قبلها ب10 دقايق كده ولا حاجه. وده كان الشكل النهائي، وعملت جنبه حبه رز كده وده كان روتين كده خفيف سريع، غدوه سريعه، وربنا يديمها نعمه يا رب. واكله سريعه بتدفي قوي في الشتاء، وحلوه قوي قوي قوي. ويلا سلام.